في الحلقة القادمة من دروب المرجلة الجزء الثالث تتصاعد الأحداث بشكل خطير، حيث سيبدأ لطف بتنفيذ خطة جديدة بالتعاون مع سيف تقوم على استهداف أخته واستدراجها وتسليمها إلى فزاع مع كل من جراح وقمر. ويهدف فزاع من هذه الخطة إلى مساومة الشيخ صقر على المعدات والأسلحة التي استولى عليها في الغزوة السابقة، مما يزيد التوتر بين القبيلة وعصابة فزاع. أما بالنسبة لمساعد فسيكون مصيره أكثر قسوة بعد أن وقع في قبضة فزاع في الجبل، وتشير التوقعات إلى أن فزاع قد يعذبه بشدة انتقاما منه بعد خيانته وسرقة أمواله، ومع ذلك قد لا يقتله فورا، بل قد يستغله بطريقة أخرى، فقد يجبره على العودة إلى القبيلة وإثارة الفتن بين أهل الديرة والعمل كجاسوس لصالحه مقابل أن يتركه حيا. ومن المحتمل أيضا أن يستخدم فزاع مساعد كطعم لاستدراج شاهين أو مقناص إلى كمين محكم، خصوصا أن مقناص كان يلاحق مساعد قبل هروبه ويراقب تحركاته بدقة، وقد يقود ذلك إلى مواجهة مفاجئة بين رجال القبيلة وعصابة فزاع في الجبل. كل هذه التطورات تشير إلى أن الحلقة القادمة ستكون مليئة بالأحداث النارية والمفاجآت القوية، خاصة أن الصراع بين شاهين وفزاع يزداد تعقيدا، وأن وجود الجواسيس داخل الديرة قد يقلب موازين القوى في أي لحظة. ما سيحدث في الحلقة القادمة من دروب المرجلة الجزء الثالث يعتبر نقطة تحول قوية في القصة. اندفاع فزاع لمحاولة تخريب منتجع شاهين. فزاع وصل لمرحلة اليأس، لكن تدخل مقناص مع الشيخ وشاهين في اللحظة الأخيرة سيقلب الموازين. قتل مقناص لمساعد سيكون لحظة حاسمة، لأنه هي في بعده لزوينة، وقد يفتح بابا للأحداث وصراعات جديدة.